كانت معلومة جديدة بالنسبة لي إن الله عز وجل أخر نزول الوحي على النبي بسبب عدم التزام البعض بسنن الفطرة. قيل يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل، فقال صلى الله عليه وسلم ولم لا يبطئ عني وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون أظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. فأصبح من الضروري جدا إننا نعلم ولادنا وبناتنا سنن الفطرة، وخاصة وهم في بداية مرحلة البلوغ بتحصل تغيرات جسدية، لازم نلفت انتباههم ونظرهم ليها ونعرفهم الكيفية اللي يهتموا بيها بنفسهم. لأن أنا بشوف حالات من البنات الأم مش بتقعد تكلم البنت إزاي تهتم بنظافتها الشخصية، وبالتالي البنت بتاخد معلومات من بره وبتضر بيها نفسها، أو ممكن الموضوع يبقى فيه أذى للناس اللي حواليهم، سواء كانت ريحة عرق أو ما شابه. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. فضروري جدا تعلمي ولادك النظافة الشخصية، لأنه مفيش حد يعلمهم كده غيرك.